تمام. كده طبعا احنا ممكن نشتغل بأي حاجة يعني، سواء بقاعدة لامي أو بقاعدة مثلث القوى، الاتنين بالنسبة لنا واحد، مفيش عندنا أي مشكلة. واحنا هنشتغل المسألة بدهيت وبدهيت، وانت شوف اللي تعجبك فيهم، والطريقة انت تبقى عارف الطريقتين واللي تيجي في دماغك تشتغل بيها، وما عندناش أي مشكلة. طيب، الأول طبعا يا إما عشان أشتغل بقاعدة لامي، فعشان بجيب قاعدة لامي يبقى القوة بتتناسب مع جيب الزاوية بين القوتين التانيين، فلازم أكون عارف الزوايا اللي ما بين القوى. طب هنجيب الزوايا ازاي؟ طبعا الأول هنا عندنا واضح إن هو مديني الزاوية ديت ب90، الزاوية ما بين القوة اللي هي ق وما بين الشد اللي هو ش، مديني الزاوية دي ب90. طب الزوايا التانية ديت اللي هي الزاوية دي والزاوية دي أنا عايز أجيبهم. طب احنا طبعا واضح عندنا ان الوزن ده رأسي الاسفل وده الحائط اهوت، تمام، دول بيوازوا بعض وعاملين معانا حرف ايه، يو، تداخل. يبقى الزاوية دي والزاوية دي بيكون مجموعهم 180. فهتيجي تقول لي طب الزاوية دي ب30، يبقى معنى كده ان الزاوية دهيت هنا تبقى بمية وكام، ب150، بقية المية وكام، بقية ال130. تقول لي تمام. وطبعا ما احنا عارفين الزاوية متجمعة حول نقطة بتساوي 360، يبقى 360 لما اشيلها من ال90 وال150 هيطلع معايا الزاوية ب120. وبكده أصبح أنا عندي الزوايا اللي موجودة بين القوى، وأقدر كده أستخدم القانون بتاعي. يبقى حاجة أقول له أول قوة اللي هي ق على جاء الزاوية بين القوتين التانيين اللي هي 100 وكام، 150، بتساوي القوة التانية اللي هي ش، اللي هي الشد، على جذر الزاوية بين القوتين التانيين اللي هي 120، بتساوي القوة التالتة اللي هي الوزن اللي هو عندنا ب80، على جذر الزاوية بين القوتين التانيين اللي هو جا 90. ومن هنا طبعا هنعرف نجيب الأصبح ده المفتاح بتاعي. هجيب الشين، يبقى هضرب مقص، يبقى الشين بتساوي 80 في جا 120 على جا 90. تمام. وطبعا اعملها في الآلة واشوف هتطلع بكام. وقاف يبقى هتساوي 80 في جا 150 على جا 90. تمام. يبقى احنا هنعمل مقص ونشوف الكلام ده يطلع بكام. طبعا هنا 80 في جا 150 على جا 90 يطلع معانا ب40. تمام. يبقى كده ق ب40، وشين هتطلع معانا بكام، ب40 جذر 3. طب ده لو احنا عملنا الكلام ده هو بقاعدة لامي. قال لي ممكن واحد يجي يقول لي لا، طب انا مش عايز اشتغلها بقاعدة لامي، انا ينفع اشتغلها بقاعدة مثلث القوى. ما عندناش اي مشكلة، وهتكون برضو افضل. يعني احنا هنشتغل بمثلث القوى، هتلاقي ان هي بالنسبة لنا احسن يعني. وفي الحالتين الاتنين واحد، ما عندناش اي مشكلة. طيب، زي ما اتفقنا ان احنا لازم نخلي القوة بتاعتنا نعملها في مثلث وتكون ماشية في ترتيب دوري. طب واتفقنا ان احنا بنعمل ايه، بنسيب قوة زي ما هي في مكانها، وقوة تانية بنعمل لها امتداد بنمدها، وقوة تالتة بنعمل لها موازي. بلاقي ان القوة عندي كده بتتحط في مثلث. يعني بنعمل الاول اهو كده، في قوة من القوة هنسيبها زي ما هي. طيب تمام. هنسيبه مثلا هنا اهوت، ادي قوة الشد اهي، هنسيبها زي ما هي. هما طبعا لازم تكون القوة كلها متزنة ومتلاقية في نقطة. يبقى ادي قوة الشد اهي، سبتها زي ما هي. تمام. والقوة التانية هنمدها اللي هي قاف دي، هنمدها كده اهوت، فيبقى احنا كده مدينا الخط بتاعنا. تمام. ادي كده بالنسبة لي قاف. والوزن ده هعمل له موازي، يبقى انا هاجي كده اعمل له موازي. تمام. كده انا قفلت المثلث بتاعي. تمام. ده اللي هو مثلث الايه، القوة بالنسبة لنا اللي احنا هنشتغل بيه. طيب، يلا كده نشوفه كده مع بعضينا. يبقى احنا كده ده بالنسبة لنا اللي هو قاف. تمام، اللي هي القوة. وده بالنسبة لنا اللي هو الوزن اللي هو بكام، ب80، اللي هو الموازي ليها. قال لي طب
كده ده المثلث بتاعي بتاع القوة. وطبعا احنا عندنا الزاوية دي كده تبقى قايمة ب90 درجة، لأن دي ودي عندنا بكام؟ دي قايمة، فيبقى اللي جنب منها قايمة على نفس الاستقامة. تمام. وطبعا احنا عندنا الزاوية دي ب30، يبقى الزاوية دي كده بكام؟ ب60. تمام. طيب قال لي كده خلاص المسألة بتاعتي خلصت. أنا بمجرد طبعا اعمل حسابك إن 95% من المثلثات اللي هتلاقيها عندك اللي هي مرسومة هتكون، يعني أغلبية المثلثات هتكون 30 60. وطبعا احنا عارفين القاعدة بتاعتنا إن الضلع اللي في وش الزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر. وهنا من حقك إن أنت حضرتك تشتغلها بإيه؟ يا إما بقاعدة مثلث القوى، يا إما تشتغلها بدي، يا إما تشتغلها بدي. الاتنين واحد، ما عندناش أي مشكلة. تقول لي طب ماشي احنا هنشتغل بدايات، هتقول لي تمام. يلا كده يبقى اول قوة، كل قوة على جهاز زاوية بين القوتين التانيين او جهاز زاوية المقابلة يعني اللي في وشها. يبقى هنقوله ش، تمام، على جا. احنا بس هنشرح بس في المثال دوت كده كل الطرق عشان تبقى انت بس ايه الدنيا واضحة بالنسبة لك. لكن انت طبعا هتشتغل بطريقة واحدة وخلاص. بس احنا بس هنطول في السؤال ده شوية عشان نبقى بالمرة شرحنا ان التلاتة بالنسبة لنا واحد، يعني اي واحد هتشتغل بيهم ما عندناش اي مشكلة. يبقى ش على جا الزاوية اللي في وشها اللي هي ب60 بتساوي ق على جا الزاوية اللي في وشها اللي هي ب30. تمام. بتساوي 80 اللي هو الوزن على جا الزاوية اللي في وشها اللي هي جا 90. تمام. ومن هنا هتقدر تشتغل مقصات عادي وتقدر تجيب وهيطلع معاك نفس الأرقام برضو هي. طب ده كده احنا اشتغلناها بإيه؟ تمام، اشتغلناها بقاعدة بتاعت مثلث القوى مع الزوايا. طب ينفع اشتغل بقاعدة مثلث القوى التانية مع أطوال الأضلاع؟ اه طبعا. قلت له ازاي؟ قال لي طب انا هنا ما عنديش أطوال أضلاع، بس انا اقدر اعمل أطوال أضلاع ازاي؟ ما انا ما عنديش أطوال أضلاع بس اعرف النسب بتاعتهم. ازاي يعني نعرف النسب بتاعتهم؟ تعالى كده احنا عارفين المثلث ده 30 60، والضلع اللي في وش الزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر. فاحنا لو فرضنا ان الوتر ده ب2 سنتي، تمام، يبقى اللي في وش الزاوية 30 ده ب1 سنتي. تمام. ويبقى اللي في وش الزاوية 60 نص الوتر ونلزق فيه جذر 3 فيبقى جذر 3 سنتي. قال لي طيب نص الوتر اللي هو ب2 يبقى 1 جذر 3. قلت له كلام جميل. كده انا بقى عندي اطوال اهو، يعني انا قدرت ان انا اجيب النسب بتاعت الاضلاع، يعني هي مش اطوال حقيقية بس دي نسب الاطوال. قال لي خلاص، واخد كل قوة على الضلع بتاعها. يعني ممكن تيجي تقول لي بقى ش على طول الضلع بتاعها اللي هو يعتبر جذر 3 بيساوي ق، تمام، على طول الضلع بتاعها اللي هو يعتبر بإيه؟ ب1 بتساوي وزن بتاعنا اللي هو ب80 على طول الضلع بتاعها اللي هو بكام؟ ب2. تمام. وبرضو ما عندناش أي مشكلة، واشتغل برضو هتطلع معاك هي. تمام. اضرب مقصات هتطلع معاك هي. يعني بكل الصور احنا شغالة معانا. وممكن واحد تاني يجي يقول لي طب ما انا سهلة جدا، اللي في وش ال30 بيساوي نص طول الوتر، والوتر نعتبره ان هو ب80. تقول لي 80 دي قوة. اقول لك طب ماشي، مش مشكلة، ما انا ممكن افرض الاطوال كأنها ادي الاطوال كأنها رقم للقوة. يعني تيجي تقول لي اه دي 80، يبقى اللي في وش ال30 ده على طول تبقى، تقول لي جميل، يبقى اللي في وش ال30 ده نصها يبقى ب40. تمام. واللي في وش ال60 يبقى نصها ونلزق فيه جذر 3 يبقى 40 جذر 3. وهي نفس النتيجة. وطبعا بص آخر حل ده حل بالنسبة لنا سهل جدا اهو. انا مجرد ما عرفت المثلث الزاوية دي 30، يبقى اللي في وش ال 30 اديله نص الايه القوة اللي موجودة على الوتر، واللي في وش ال 60 نص القوة اللي موجودة على الوتر واضرب فيها جذر 3. تمام. معلش احنا طولنا في السؤال ده بس احنا اهو حليناه بايه؟ بالثلاث طرق وما عندناش اي مشكلة في اي طريقة فيهم. تمام. نشوف يلا السؤال اللي وراه.